السلام عليكم ورحمة الله. في أول حلقة من حلقات فضل المغرب أو فضل المغرب على العرب أو فضل المغرب على الأندلس، ستكون هذه الحلقة وهي اختصار كما كنت وما زلت لمعركة الزلاقة. معركة الزلاقة وهي معركة قادها يوسف بن تاشفين نصرة للمسلمين بالأندلس. كيف ومتى وما هي الخبايا التي تتواجد في معركة الزلاقة؟ هذه المعركة التي خاننا العرب فيها اليوم بعدم التكلم فيها من ناحية خير المغاربة على المشارقة وعلى الأندلس، رغم أن الأندلس ليست أرض للمسلمين وحتى الاسم ينتمي إلى ويندلس، لكن المغاربة كانوا دائما أمرابطون أموحدون يذهبون ناصرين للمسلمين المشارقة. ونحن نعلم معركة حطين سنة 1187 كيف ذهب الموحدون المصموديون الأمازيغ نصرة للمسلمين في المشرق، ومن بعدها ضاعت القدس بسبب غباء وخذلان وخيانة الأيوبيين لبعضهم للبعض. نفس الشيء وقع سنة 1086 حيث تقاتل وتنازع ملوك الطوائف، لكن المعتمد بن عباد و13 أمير من أمراء الأندلس فشلوا في السيطرة أو الاستمرار في حكم الأندلس خوفا من القشتاليين والزحف المسيحي، ممثلا في ملوك نافارا وملوك برشلونة وقشتالة. اجتمعوا المسيحيين كلهم لطرد هذا المسلم الأندلسي أو لرد الثأر، لأنهم أعلنوا منذ 711 معارك الاسترذاذ، لأن الأندلس لم ينتهي فيها وجود المسيحيين، بل كانوا في شمال الأندلس ينتظرون فقط الفرصة لسنوات. هجم ألفونسو السادس قائد جنود المسيحيين ومعه أمراء كثيرين، ومعه البابويين ومعه العليون ومعه نافارا ومعه البرشلويين إلى آخره. هجموا على المسلمين فاستنجدوا بيوسف بن تاشفين. بعثوا رسالة إليه يقولون له: أكنت راغبا في الجهاد يا يوسف بن تاشفين؟ هذه فرصتك للجهاد. استجاب يوسف بن تاشفين، وأكيد أن يوسف بن تاشفين لم يتكلم العربية بتاتا، كان يتكلم فقط الأمازيغية، لكن كان له وزيرة وكاتبة وهي زوجته زينب النفزاوية التي تكتب العربية من أبيها ذلك القائد لأغماث، وكانت من أكثر الفتيات في أغماث التي تقرأ الكتب، فكتبت وردت: نعم، سنأتي ناصرين لكم وناصرين للمسلمين. سمع ألفونسو استنجاد ملوك الطوائف واستنجاد أمرائها 13 بيوسف بن تاشفين، فبعث له رسالة يقول فيها: يا يوسف بن تاشفين، إني آتيك إلى المغرب فابعث لي سفنا أتيك لأطرف وأبقع وأشرف البقاع أنت تحبها، وأجاهدك فيها، فإن انتصرت ستنتشر إمارتي، وإن هزمت فلك بغنيمة أتت إليك. فرد إليه وعليه بطريقته وشجاعته: انتظر سآتي إليك وسترى بعينيك. ذهب يوسف بن تاشفين بجيش مغربي خرج من مراكش إلى
إلى ميناء آسفي حيث كان يسمى ميناء المرابطون، وكذلك من طنجة بجيوش مغربية من شمال المغرب، حيث كان المغرب متحدا كله تحت إمارة أو مملكة أو إمبراطورية من بعد ستسمى إمبراطورية يوسف بن تاشفين، لأنه وحد كل قبائل المغرب التي كانت تتقاتل فيما بعضها من إمارة البرغواطيين والسجلماسيين والناكوريين والأورابا وإغمات إلى آخره. اتجه بالجيش المغربي فطلب من معتمد بن عباد أن يعطيه أرضا أو مكانا يستولي عليه الجيش، استيلاء عسكريا، ويضع فيه معسكرا مغربيا 100%. فأعطاه الجزيرة الخضراء فكانت مقرا إليه، فوضع فيها الجيش المغربي. وأتى إليه المعتمد بن عباد وكل أمراء من كانوا معه، فقال لهم يوسف بن تاشفين: جيشنا قوامه 30,000، سنقسمه إلى 3 جيوش، جيش يقوده المعتمد بن عباد، وجيش يقوده يوسف بن تاشفين، وجيش ينتظر وراء الجبال. بمعنى أن يوسف بن تاشفين اعتمد على خطة خالد بن الوليد، وضع في مقدمة الجيش ما يقارب 15,000 من الأندلسيين، أي أبناء الأرض هم من سيكونون في مقدمة الجيش بقيادة المعتمد بن عباد. وفي وسط الجيش جيش مغربي قح من 15,000 مغربي قح في وسط الجيش، وجيش وراء الجبال ب4,000 مغربي قح. أما جيش الصليبيين 40,000، لكن قوام ذلك الجيش الذي أتى إليه بالصليبيين يفوت عدده 80,000. باختصار، انتصر يوسف بن تاشفين، فعاد ألفونسو ب500 فقط. بمعنى كم؟ 79,500 محارب مسيحي قتلوا على يد المسلمين. يحزنني العدد، وحتى المعركة الزلاقة، وحتى تواجد المسلمين بالأندلس، لأنها ليست أرض من أرضنا وأرضهم، وحتى الهجوم في تلك الأرض لو رجعنا إلى تفاسير، وكذلك عدم ترخيص عمر بن الخطاب للجيوش المسلمة أن تذهب وراء طرابلس، وقال: تلك أرض نجهل تضارسها ونجهل أرضها وأصحابها. في هذه المعركة حيث قال المعتمد بن عباد كذلك فيها: يشرفني أن أكون راعيا للجمال في بلد المغرب، وأن لا أكون أسيرا عند القشتاليين. فكان المغرب دائما يحمي ظهر المشارق، وكانوا دائما يفرطون في الأرض، ففرطوا في الأندلس، بل فرطوا في بعضهم البعض في حروب بملوك الطوائف. وعاد إليهم يوسف بن تاشفين مرة ثانية ناصرا لهم في معارك فالنسيا، وعاد مرة أخرى معتقلا للمعتمد بن عباد وعبد الله بن بلكين، فهم دفيني مدينة أغمات، لأنهم فسدوا في الأرض. وعندما كان يوسف بن تاشفين راجعا من معركة الزلاقة عرضت عليه كل الغنائم فرفض، فقالوا له: لماذا رفضت يا يوسف بن تاشفين؟ قال: أنا أتيت ناصرا للمسلمين والجهاد في سبيل الله، ولست من أجل الغنائم فقط. وإن رجعنا إلى 711 وسألنا موسى بن نصير: لماذا ذهبت بالغنائم من الأندلس إلى دمشق؟ وكان قوامها ما يقارب 400 تاج من تاج أمراء الأندلس، حيث طلب منه أمير المؤمنين أن لا يتعجل في سيره لكي تعود الغنائم له، لأن أخاه ابن عبد الملك سيتوفى ذلك الأسبوع، وكان الحوار كله عن غنائم الأندلس. فنحن رفضنا غنائم الأندلس وغنائم بمعركة حطين بالقدس ممثلة الموحدين لنصرة المسلمين فقط. فحافظوا عن ملككم، كم من مرة ضيعتوه
واتهمت المغاربة أنهم كانوا سببا فيه. نهاية الحلقة، وإن عجبتكم الحلقة نعاود لكم شي قصة أخرى. السلام عليكم.